كان يغني من قلبه، وما في قلبه يأتي على لسانه فورا. أنا بلبل أنا بلبل أهدي الجمال للجمال باعوا. غنى ولحن لنفسه وللآخرين، فأطرب وأبدع، واستقطب إليه جمهور الشرق، ووصل بموسيقاه إلى العالمية. في الفن الشرقي أنا ليا طبعا ماضي، وتقدر تعرف قوتي من الألحان اللي فاتت ومن التجديد اللي أدخلته للموسيقى العربية، واللي حافظت عليه طوال السنين دي الموسيقى الشرقية، أنه تطورت وصلتها للعالمية بدون اقتباس وبدون أني أسرق أي جمل غربية وبدون أن أضيف عليها أي معالم موسيقى أجنبية قد تشوه من معالم موسيقانا ما بيبقى لهاش طعم ولا ذوق ولا لون. فأنا الحمد لله أنا أقدر أقول عن نفسي إن أنا ملحن وكويس، وحافظت على الموسيقى الشرقية طوال السنين اللي فاتت وما زلت، وربنا قدرني وأخدم أكتر وأكتر. كما كان فنه متعدد الألوان، كذلك كانت حياته، والدليل على أني مشيت المشوار وقدمت عشرات بل مئات الأغاني لحد النهاردة. عاش محافظا في حياته وفي اتجاهاته الموسيقية والغنائية، وحياتنا الحمد لله كلها نظيفة الحمد لله. أعماله صارت واقعا تاريخيا مجيدا نقشه على جدران النغم بالصوت والألحان. أترك ذلك للتاريخ وللنقاد وللجمهور. رغم البريق والشهرة والنجاح لم يوفق في حب ينتهي بالزواج. ما عرفش إيه ذنبي غير إني في حبي أخلصت من قلبي. وحيد زمانه وفريد عصره وفنه. بكل تواضع فريد الأطرش. أهلا أهلا بنور العين اللي عطف قلبه وجاني. احنا سوا الاتنين يا فرحة القلب الهاني. والله زي ما بقول أنا في أغنية حكاية غرامي حكاية طويلة، فقصة حياتي قصة طويلة كمان، يعني ما أقدرش ألخصها في ساعة ولا في ساعات ولا في أيام، لأنه ده مشوار طويل. ولو عايز أكتب مذكراتي وأسرد قصة حياتي وكفاحي ونضالي والدموع والعرق اللي نزل من جبيني وأنا بعمل عشان أصل إلى المكانة اللي الجمهور العزيز وصلني إليها دلوقتي، فلازم أحكي لك حكايات طويلة ما تنتهيش. زمان الاسم الخماسي فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش. اسم الشهرة فريد الأطرش. أنا من مواليد سنة 1917. قلبي لك مفتوح تبعك وين ما تروح. قلبي لك مفتوح تبعك وين ما تروح. وانا يا بتبوح بالحب لعنيك. وانا يا بتبوح بالحب لعنيك. ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك. كان يهمني في الفقرة اللي سمعناها صوت الموسيقار فريد الأطرش، وهو بيذكر أنه من مواليد 1917. الحقيقة أنه كرر الرقم ده في أكتر من تسجيل إذاعي، لكن الواقع يمكن يخالف ده. سؤال ميلاد أسمهان كان إمتى؟ طيب لو كنا اعتبرنا أنه فريد ميلاده 1917 على أي حال، عشان ما ناخدش من وقت الحلقة، دور البروفا صديقي العزيز الأستاذ السيد صبح كان من فترة كبيرة طالب يسمع أغنية حبيب القلب النسخة الطويلة. عشان وقتنا ونسمع، هحاول يعني في الحلقة دي إن شاء الله يكون معنا كافة أشكال الغنى لفريد. هنكتفي بجزء نادر لأول مرة يمكن يتذاع، بروفا من تسجيل حبيب القلب. الأغنية كتبها عبد العزيز سلام، تسجيلها كان يوم 6 مايو عام 1961.
بس اندمج والله، اندمج معايا. يلا خش ورايا. عشان يحرمني من لياليه 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 لياليه، عشان برده شويه يحرمني من لياليه 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 لياليه، وانا وياه رضيت برضاه، وانا وياه رضيت برضاه، وصمت هواه عشان هو حبيبي القلب حبيبي